بقول لك الزمالك فيه كميه عك مش طبيعيه. ليه؟ الزمالك في ظروف صعبه، الناس كلها عارفه ان الزمالك في ظروف صعبه، ومجلس الاداره قبل ما يستلم المهمه عارف ان الزمالك في ظروف صعبه. يمكن ما كانش متخيل او متوقع، او لما دخل عشان اكون ادق يعني لما دخل لقى الدنيا اصعب بكتير واسوأ بكتير مما كان هو متخيل او مما كانوا هم متخيلين. آه، ولكن دي جوانب خارجة عن ارادتهم. هتقول لي ارض اكتوبر ماشي، كلها دي عراقيل وتحديات كبيرة وصعبة، ولكن في امور ادارية دي بقى في ايدك. هنا انا بتكلم على ايه؟ على البيان اللي حصل امبارح من جون ادوارد. يعني ايه مدير رياضي كائنا من كان، مع كل الاحترام والتقدير ليه، يطلع ببيان؟ مش انا اول مره اشوفها في حياتي دي. يعني تخيل كده مع القياس، لان انت قدامك دايما بتقيس الاهلي على الزمالك وبتقيس الزمالك على الاهلي، الناديين الكبار في مصر. هل انت ممكن تتخيل ان كابتن محمد يوسف ممكن يطلع بيان من نفسه كده؟ الراجل ده عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ما يقدرش يطلع بيان من نفسه. انا بقول لك تاني اهو، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما يقدرش يطلع بيان من نفسه. فده لا، هو ده لا يقلل من الكابتن يوسف، ولا يقلل من المدير الرياضي، ولا يقلل من المدير الفني، ولا يقلل من اي حد، يعني لا يقلل من اي فرد في المنظومه. كل واحد في المنظومه ليه اهميته، ولكن في ضوابط اداريه. ما ينفعش ان انا كمدير رياضي ابقى انا اللي بخاطب الجماهير. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ده مش معروف يعني. في اي شركه في الدنيا يا سيدي، سيبك من الانديه، في اي شركه في الدنيا ما ينفعش حد من نفسه كده موظف جوه الشركه يقول لك انا هروح اكلم انا العملاء، ابعت لهم بيان، انا ابعت لهم ايميل. مفيش حاجه اسمها كده. هو كل واحد ليه دور، بناء على دوره ده وواجباته ومسؤولياته بيبتدي يخاطب الجهات اللي هو منوط انه يخاطبها. فالجمهور اللي بيخاطبه مش المدير الرياضي ولا المدير الفني ولا اللعيب ولا اي حد، اللي بيخاطب الجمهور هو النادي. بيطلع بيان من النادي، ما بيطلعش بيان من فرد جوه النادي. لانه كمان لما تيجي تبص في بين السطور في هذا البيان، طب ما هو هذا البيان ما بين سطوره بالبلدي كده، انا بتكلم بالمباشر يعني بالدغري يعني، هتلاقي ان بين السطور في تلقيح على مجلس الاداره وفي رمي المسؤوليه على مجلس الاداره. طب هو مين اللي شايل المسؤوليه، المدير الرياضي ولا مجلس الاداره ولا الاثنين؟ وده ليه يلقح على ده، وده ليه يرمي المسؤوليه عند ده؟ طب ما يا عم انتوا مش متفقين في حاجه مش مظبوطه خلاص. لكن المنظر مش حلو، مش لطيف. وعلى فكره جمهور الزمالك هو اكتر جمهور قاعد نايم واقف شارب واكل متابع اخبار النادي، فعارف التحديات وعارف المشاكل فين. فمش محتاج حد يقعد يقول له اصل في حاجات واصل في حاجات واصل في حاجات واصل الحاجات دي واصل الحاجات اللي راحت، اصل الحاجات اللي جت، اصل الحاجات اللي عملت، اصل الحاجات اللي انتم ما تعرفوهاش. لا، جمهور الزمالك عارف كل حاجه، وعارف التحديات وعارف المشاكل وعارف الارض اكتوبر وعارف ان مفيش فلوس وعارف كل ده عارفه. بس في نفس الوقت جمهور الزمالك جمهور ذكي جدا. ليه جمهور ذكي جدا؟ لان انت في عز ما انت عندك تحديات وعندك مشاكل وعندك انت زودت البلاطين. ازاي زودت البلاطين؟ ان انت نادي ما عندوش فلوس، نادي ما عندوش دولارات، نادي ما عندوش مش عارف كل ده تمام. طب هل في نادي ما عندوش كل الكلام ده يروح يجيب كل المحترفين دول اللي كلهم كسر ما عدا خوان بيتزيرا؟ وكلهم كسر انا بقول لك بالمفتشر والمفيد، حتى لو حد فيهم جاب جول ولا حاجه. ما هو انت يا جماعه احنا برضو عندنا مشكله، ان انت لو محترف مثلا قعد 7 ماتشات ما يجيبش جول وجي في ماتش اهو جاب جول اهو نجح، يا عم لا يا حبيبي، ده المحترف ده المفروض يجي. انا بالنسبه لي المحترف ده علي معلول، المحترف بالنسبه لي وسام ابو علي. ده المحترف اللي هو حد هو تشيله من الملعب تحس بالفرق. لكن انت النهارده ادم كايد فين؟ شيكو بنسا فين؟ قولوا لي يا جماعه، لو انا صلاح مصدق فين؟ الجزيري فين؟ كل محترفين الزمالك اللهم الا خوان بيتزيرا ما في اي اثر ليهم. وحتى خوان بيتزيرا لعيب جامد جدا طبعا، بس يعني
مش اللي هيشيل فرقه الزمالك على كتفه ويجري بيها ويجيب بيها بطولات. فانت النهارده لو كانت مشكلتك اكس، انت خليتها اكس مضروب في 10. ليه؟ لان الناس دي ليها فلوس. ما هو انت النهارده انا معيش فلوس ومعيش دولارات، فانا رحت جبت لعيبه بدولارات وبفلوس، وفي الاخر ما انا مش عارف ادفع لها. طب ما انا كنت بقى لميت نفسي بقى وعملت بقى زي لك مد الحفك على قد رجليك بقى، وخليت الدنيا على القد لغايه لما اظبط بقى نفسي وفلوسي. طب القرارات الفنيه العم يانك فريرة، ما دي مالهاش علاقه بالفلوس. ما حد يقعد معاه يتكلم معاه، يا عم مش قادر تمشيه عشان انت معكش فلوس، مش قادر تمشيه عشان انت مش عارف تديله شرط الجزاء، بس حد يقعد يتكلم معاه بقى. هنا بقى لازم المدير الرياضي يبقى عنده لايسنس، ولازم يبقى عنده رخصه تدريبيه عشان يقدر يقعد مع المدير الفني يعني بخلفيه فنيه، فيقدر يتناقش معاه. لكن الراجل بيعمل حاجات عجيبه. هو في حد في العالم يا جماعه، في العالم، مش راك في مصر، في العالم، يلعب سيف جعفر ارتكاز؟ ده سيف جعفر في مركزه اصلا مش عارف يثبت نفسه كاساسي. يعني انا اتفهم ان واحد يبقى جامد مثلا زي احمد فتحي كده، كان برنس في الباك اليمين، وقبليها برنس لما طلع كان في خط وسط المدافع. فكابتن حسن شحاته عشان عارف ان عنده واحد اسطوره وجوكر وروح وقلب وفنيات وكل حاجه. احمد عندنا في كاس العالم 2006، كاس الامم 2006 اللي على ارض مصر، الفاينل قدام كوت ديفوار، الواد ارونا ده ابن لذينه، انت اللي هتمسكه هتخش وعمل عليه ماتش ما لمسوش كوره، ماشي تلعبه مساك. عشان انا اصلا عندي واحد في مركزه وبيطلع نار من بقه، هو اجمد واحد، يعني اجمد واحد من اجمد الناس في افريقيا. لكن انا عندي لعيب اساسا هو في مركزه بقاله 7 سنين من ساعه لما طلع مع جوزوالدو فريرا، مش عارف يثبت نفسه في مركزه الاساسي. اقوم انا اخترع له مركز تاني هو اصلا مش عارف يلعب فيه. طب مين اللي يقعد يتكلم مع الراجل ده؟ فدي كلها امور ما نضحكش بيها على الناس. يعني جمهور الزمالك برضو مظلوم في نقطه ايه؟ جمهور الزمالك دعم بيدعم، تواجد بيتواجد، في المدرجات لافف ورا الفرقه في كل حته وفي اي حته، وفي عز ما النتائج زي الزفت بتلاقي جمهور الزمالك موجود. لكن في حاجات مش كل حاجه هنقعد يحصل فيها مشكله نقعد نعيط للناس ونقول لهم اصل الظروف صعبه، اصل الدنيا. ايوه يا معلم، ما هو انت جاي وعارف ان الظروف صعبه. ما هو ما حدش جه قال لك ان انت رايح تمسك من مانشستر يونايتد. ما هو انت جاي وعارف ان الظروف صعبه. ما تدخلش بقى عيش على ام الخير، ما تحطش ابو قرش على ابو قرشين. يعني الظروف الصعبه لجمهور الزمالك هو اكتر واحد عارفها وعايشها، وبيقعد يبعت لنا ويضغط علينا ويضغط على الناس كلها ويضغط على السوشيال ميديا وبتاع. يا جماعه اتكلموا على الارض، يا جماعه الزمالك في حاله سيئه، وحقهم، وده واجبنا زي ما واجبنا تجاه الاسماعيلي، زي ما واجبنا تجاه اي نادي بيبقى عنده مشكله من الانديه الجماهيريه. لكن ما تضحكش على جمهور الزمالك اللي هو ذكي جدا 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 ان انت عايز تلبسه، انت بقى في خناقه مع المجلس بتاع مجلس اداره الزمالك، انت عايز توضح ان انت بتتنصل المسؤوليه وان الموضوع ده خارج عن ارادتك، فتلبس المشاكل الاداريه او الفنيه للمشكله الماديه. لا، هي مش ده مش ان الراجل بيلعب سيف جعفر 6 ده مشكله فنيه، دي قصدي مشكله ماديه. دي مش ده بسبب ارض اكتوبر؟ ان محمد شحاته جاهز وخف وراح للدكتور محمد ابو العلا وراح للدكتور محمد اسامه، والاثنين اقروا ان هو سليم وتمام ويقدر يلعب وما بيلعبش، دي مشكله ماديه يا جماعه؟ ان انت صلاح مصدق لعبت بيه فتره الاعداد وجربته في الهاف ديفندر وكان كويس جدا، وما بتديلوش فرصه، ولا عندك لعيب محترف قاعد بيعد دولارات وما بتستفدش منه، دي مشكله فنيه؟ دي مشكله ماديه؟ دي مشكله الارض اكتوبر برضو؟ فيا جماعه ما نخلطش الاوراق، ده كله كوم. وفكره عدم الانضباط الاداري، لا يا يا جماعه، جون حبيبي وانا بحبه وراجل محترم وجميل، وكل الاحترام والتقدير لشخصه، وكل التقدير والاحترام لمكانته والبوست اللي هو موجود فيه كمدير رياضي. بس ما ينفعش نادي بحجم الزمالك ولا في اي نادي، عشان اكون برضه بتكلم بشكل مهني، ان المدير الرياضي هو اللي يطلع خلطه بالجمهور. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا شغال في 90 هنا، انا دوري ايه؟ انا مذيع، اطلع اقول لكم صباح الخير يا جماعه احنا اقرينا هنا في راديو 90 انه كذا لا، انا مين عشان اخاطب؟ انا اتكلم مع الناس في برنامجي في شغلي. لكن امور اداريه، ضوابط اداريه، حاجه ليها علاقه بالمؤسسه اللي انا شغال فيها، ده مش دوري، ده مش شغلتي. فاللي بيحصل في الزمالك غلط، واللي بيحصل في الزمالك مش كله اسبابه مشاكل ماديه،
ولازم الناس تبقى فاهمه ان الناس فاهمه. لازم الناس اللي شغاله جوه تبقى فاهمه، اللي مسؤولين عن ملف الكوره يبقوا فاهمين ان الناس فاهمين. القصه مش كلمتين حلوين، اصل جمهور الزمالك مش مستني كلمتين حلوين عشان يقف جنب الفرقه. لا، جمهور الزمالك بيقف جنب الفرقه في احلك الظروف وفي اسوأ الظروف وفي ظروف اسوأ من اللي فيها الزمالك دلوقتي مليون و60 الف مره. هو مين اللي كان واقف مع السنه اللي فاتت مع الزمالك وفضل في ظهره لغايه لما كسب كاس مصر؟ مين؟ ولا كان في بقى لا مدير رياضي ولا اي حاجه في اي حاجه. السبب الاساسي والاول بعد كرم ربنا سبحانه وتعالى في ان الزمالك يحصل على بطولة الكاس السنة اللي فاتت هو جمهور الزمالك فقط لا غير، بدعمه الغير طبيعي ولا متناهي لفرقته على مدار السيزون في عز ما كان الزمالك في منتهى السوء. فجمهور الزمالك مش مستني كلمتين يدغدغوا العواطف ويلعبوا على وتر العاطفة عشان يلتحم ويلتف ويقف جنب فرقته، لا خالص. بس جمهور الزمالك ذكي، جمهور الزمالك ما ينفعش عنده، جمهور الزمالك ما ينفعش، ولا اي جمهور في الدنيا ما ينفعش. انا النهارده لعيب عندي زي محمد السيد بقاله سنتين، واحد من ناشئي الفريق، بيماطل، لا انا مش هجدد، لا اصل انا عايز احترف، لا اصل يا راجل ده حازم امام الليجند الامبراطور حازم امام اللي هو يتحط على الجرح يطيب، طلع قال معايا في الاستوديو قال لك يا عم الراجل ده، لا انا من اللي انا شايفه منه هو مش عايز يجدد. وانت ناشئ الزمالك يا ابني، انت اسمك مكتوب بالقلم الرصاص، انت ما عملتش حاجه اصلا جوه الزمالك. فانت النهارده لعيب زي ده طبيعي الجمهور هيبقى زعلان منه، طبيعي الجمهور هيبقى متضايق وزعلان ومتحفز، خاصه بعد الاخبار اللي بتقال اصل ده احتمال يروح الاهلي، اصل مش عارف ايه. تلعبه حقك خلاص لعبه، مع انه الجمهور مش طايق وقرفان وزعلان والكلام ده كله. لكن تقوم تقول في المؤتمر الصحفي ده انا قصدت العبه في البينالتي عشان الجمهور كان بيهاجمه، انت بتعاند مين يا معلم؟ انت داخل في خناقه مع مين؟ هتقول لي طب بس الجمهور هاجم، ما هو الجمهور طبيعي، ما هو ده اسلوب الضغط بتاع الجمهور بتاع الجماهير في العالم كله اللي موجوده في كل ملاعب الدنيا في كل حته في الدنيا. جمهور زعلان من لعيب، هو الجمهور يا جماعه ثانيه واحده بس، هو الجمهور ده ايه الرابط بينه وبين اي جمهور؟ مش بتكلم عن جمهور الزمالك، اي جمهور في الدنيا ايه الرابط ما بينه وما بين فرقته؟ العاطفه، انه بيحب النادي، لا بياخد لا ابيض ولا اسود، بالعكس ده بيصرف من جيبه عشان جنب فرقته، وفرحه او امنيته في الحياه انه يشوف فرقته كسبانه. بس لما يلاقي لعيب مش بيرد الجميل، او يلاقي لعيب مش بيحب النادي زي ما هو كفرد من الجمهور بيحب النادي، وبالعكس ده هو مش مستفيد كمان، طبيعي بيبقى ممتعض منه، زعلان منه، غضبان منه. بيعبر عن غضبه ده ايه؟ بالهتافات اللي هو بيعملها. هتقول لي ان الشتيمه، لا طبعا ضد الشتيمه ضد اي حاجه، بس بيعبر عن غضبه تجاه هذا اللاعب. ده بيحصل من جماهير الاهلي ومن جماهير الزمالك ومن جماهير مانشستر يونايتد ومن جماهير مانشستر سيتي ومن جماهير ريال مدريد يا راجل ده جماهير ريال مدريد كانت بتزوم على كريستيانو رونالدو كانت بتزوم عليه. فده طبيعي، انا زعلان بعبر عن زعلي كجمهور، اقوم انا اعاند الجمهور ليه؟ ده الجمهور ده يا ابني هو اللي موقفك على حيلك يا عم فريرة. الجمهور الزمالك ده شيله كده من المدرجات، انت ما فيش اي حاجه. وشيل اي جمهور من اي نادي، شيل جمهور الاهلي من ورا الاهلي مفيش اي حاجه، شيل جمهور الزمالك ورا الزمالك مفيش اي حاجه. هو الجمهور ده اللي عامل الانديه دي قيمه يا جماعه. انديتنا واي انديه في العالم اللي بيعمل لها قيمه هو الجماهير، هي الناس اللي بتقف ورا النادي ده، السبورترز المساندين، هم دول. فانت بتعاند مين يا فريرة؟ وبعدين افهم ان انت ممكن تعاند وانت بقى ايه، كسبان الاهلي ومكسر الدنيا في الدوري وكسبان الكاس وكسبان مش عارف ايه ورايح، اقول اه يا عم ده انت الراجل بقى جنة ابو عين ازاز، بقى ليك حق تتدلع وتتنك وتعمل بقى اللي انت عايزه. لكن ده انت اصلا بتقول يا حيطه داريني، انت بتقول يا حيطه داريني، ده انت كسبان فرقه مدارس مع كل الاحترام والتقدير ليها، دي كده الصومالي 1-0 بالعافيه. فلا الزمالك يا جماعه في كم معك غير طبيعي. واكتر حاجه مستفزه جدا ان اي حد يعمل حاجه غلط يقول لك
اصل الظروف صعبه يا عم. طب ما هو احنا والله عارفين ان الظروف صعبه، وجمهور الزمالك عارف ان الظروف صعبه، وانا عارف ان الظروف صعبه، وتيبو عارف ان الظروف صعبه، وراني وعصام وتحت الناس اللي في الكشك اللي تحت، كل الناس عارفه ان ظروف الزمالك صعبه. خلاص دي حاجه منتهيه. بس مش كل ما هيحصل حاجه، لو في حادثه خبطت قدام بوابه نادي الزمالك في 100 عقبه، اتنين عملوا حادثه خبطوا في اصل معلش الظروف صعبه في نادي الزمالك. ما هو لا، مش كل حاجه هتقول لي الظروف صعبه. وارجع واقول واكرر واعيد وازيد فيها، جمهور الزمالك مش مستني يعرف ان الظروف صعبه عشان يقف جنب الفرقه. هو عارف ودريان بالظروف اكتر من اي حد، وبيقف جنب الفرقه قبل اي حد في اي وقت، وفي ظروف اسوأ من اللي كانت موجوده من اللي موجوده دلوقتي كمان. فمش انت يعني حدش يزايد على جمهور الزمالك، ولا يزايد على حبهم، ولا يزايد على فهمهم، ولا يزايد على تقديرهم للظروف الصعبه اللي فيها الزمالك، فيقول لهم يا جماعه اقفوا جنب الفرقه. لا، هم مش محتاجين حد يقول لهم اقفوا جنب الفرقه، هم واقفين اوريدي جنب الفرقه، مش محتاجين حد يقول لهم ولا يوضح لهم دي يعني.